أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jai Wikramo, Palembang. Hari ini Rabu malam Kamis tanggal 27 September 2023 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syarifuddin Yakub MHI dengan pembahasan Al-Fiqhi Al-Islami wa Adillatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami, pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jai Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله على مهما لمت السماوات والأرض اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار،
اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله 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 عظم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا
علينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بعد الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita kembali dapat berjamaah di masjid yang mulia ini dan kita teruskan kaji kita fikih dalam bahasan salat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab. Bihazhinia wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak dan Ibu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyalqallaha ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i sholawat haitsu yunadi bihinna fa innallaha ta'ala sarra'a linabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa annahuna min sunanil huda walau annakum sholaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallafi fi baitihi la taraktum sunnatan nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim, dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat. Karena dia akan dipanggil dengan solat-solatnya itu. Allah telah mewajibkan kepada Nabi SAW kalian sunnah-sunnah pada Nabi. Di antara sunnah-sunnah itu adalah solat berjamaah. Jika kalian melakukan solat di rumah kalian saja, seperti yang dilakukan oleh orang bodoh di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian. Jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Setiap orang yang bersuci dengan benar di rumahnya, lalu sengaja pergi ke masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya itu sebagai kebaikan, diangkat satu derajat untuknya setiap langkah itu, dan dihapus satu kejelekan darinya setiap langkah itu. Kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah hanyalah orang munafik yang terkenal kemunafikannya berdiri di barisan sholat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Jadi kalau ingin berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamat sebagai seorang muslim, maka hendaklah sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini lebih afdal dari sholat sendirian 27 derajat. Dan dengan sholat berjamaah ini akan terjamin kehusuan. Ya. Karena sholat yang diterima oleh Allah SWT itu adalah sholat yang khusyuk. Ya. Jadi karena itu kata Rasulullah SAW,
Seorang yang sholat itu tidak dicatat 1/6-nya, tidak dicatat 1/10-nya, dia akan dicatat selama hatinya itu khusyuk. Sholatnya disertai dengan hati, gitu ya. Jadi ketaatan qalbi. Nah, cara sholat berjamaah ini harus benar aturannya itu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sholat berjamaah jahar maupun sir, maka makmum diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Imam begitu juga ya. Jadi tekniknya ketika imam telah membaca surah Al-Fatihah, ketika imam membaca waladhdallin, berhenti sejenak imam itu, bernapas, baru amin. Ketika itu makmum mengikuti aminnya imam. Ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki, apabila imam mengatakan waladhdallin fa aminu, maka ucapkanlah amin. Imam tidak mengucapkan amin. Jadi makmum yang mengucapkan amin. Tadi bagaimana pendengaran kalian? Imam lah mengucap amin apa belum tadi itu? Makmum sudah amin. Ya. Jadi kalau imam belum mengucapkan amin, makmum sudah mengucapkan amin, itu cara mazhab Maliki. Ya. Jadi kita mazhab Syafi'i. Di masjid ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Jadi cobalah kita perhatikan nanti ya. Bisa nanti itu. Kalau imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Baru kita membarangi ya. Amin. Dan imam berhenti sejenak, memberi kesempatan pada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Baru meneruskan ayat. Ya. Nah, beda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, baik sholat jahar maupun sholat sir, makmum tidak usah baca Al-Fatihah. Kalau imam ruku bareng. Kalau mazhab Hanafi ya. Kalau imam itidal, imam sujud. Jadi sholat jahar yang bersuara kayak begini ini, dengar baik. Karena bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Itu alasan imam Hanafi. Sir juga begitu. Sholat zuhur, imam takbir. Imam ruku. Jadi kalau sir tidak kedengaran kan? Tapi ya begitulah dalam mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Maliki kan urutannya Hanafi, Maliki, Syafi'i ya, baru Ahmad bin Hambal. Kalau mazhab Maliki, kalau sholatnya sholat jahar, bersuara, maghrib, isya, subuh, Jumat, maka makmum tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Mendengarkan saja. Apa alasannya? Surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an dalam salat, fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu, perhatikan. La'allakum turhamun. Supaya kamu memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fatihah jahar, surah juga jahar, dengarkan saja. Ketika imam ruku baru ruku. Gitu ya. Nah, iza asrartu faqra'u. Kalau aku adeng membacanya, maka bacalah. Jadi
Kalau sholat maghrib tadi di rakaat ketiga adeng ya, baru makmum baca surah Al-Fatihah. Kalau rakaat pertama kedua itu jahar, makmum tidak usah baca surah Al-Fatihah. Nah, begitu juga sholat isya nanti. Di rakaat pertama, rakaat kedua itu makmum mendengarkan saja. Baik surah Al-Fatihah maupun surah. Nah, ketika rakaat ketiga, keempat, baru membaca Al-Fatihah. Alasannya itu tadi. Surah Al-A'raf ayat 204. Sedangkan Imam Syafi'i itu beliau tahu 204 ayat surah Al-A'raf itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita mendengarkan juga. Ya, sesudah doa kita, karena imam membaca Al-Fatihah. Kita dengarkan, perhatikan. Fastami'u lahu wa ansitu, supaya mendapat rahmat. Lalu ketika imam waladhdallin, imam sudah mulai amin, baru kita mengikuti imam amin. Sudah itu makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah SAW menjadi imam sholat subuh, ada di belakang Rasul itu yang mengikuti bacaan Rasulullah SAW mulai dari Al-Fatihah sampai surah. Kayak anak-anak yang baru hafal bacaan-bacaannya, diikutinya bacaan imam itu. Mulai dari Al-Fatihah sampai surahnya ya. Nah, setelah salam ke kanan, salam ke kiri, aku merasa tadi ada yang mengikuti bacaanku, kata Rasul. Iya ya Rasul, aku, kata sahabat di belakang. Jangan lagi, kata Rasul SAW, illa bi ummil kitab. Kecuali Al-Fatihah. La sholata liman lam yakra' fiha. Tidak sah solat bagi makmum, maksudnya yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam solat berjamaah jahar. Itu alasannya. Jadi makmum wajib membaca surah Al-Fatihah dalam solat jahar di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga kalau maghrib, rakaat keempat kalau isya. Itu alasannya. Ya. Nah, kalau Imam Hambali sama dengan Imam Maliki. Padahal Imam Hambali itu murid Imam Syafi'i. Ya. Jadi kata Imam Hambali, kalau sholatnya sholat jahar, lalu bacaan imam itu kedengaran oleh makmum, makmum tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Termasuk surah mendengarkan saja. Surah itu sunat ya. Fatihah itu rukun. Sepakat. Imam Maliki sepakat Al-Fatihah itu rukun. Imam Syafi'i Al-Fatihah itu rukun. Imam Hambali Al-Fatihah itu rukun. Tapi begitu. Kalau bacaan imam kedengaran oleh makmum, menurut Imam Hambali, makmum tidak usah baca surah Al-Fatihah. Alasannya sama dengan Imam Maliki tadi. Al-A'raf ayat 204. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi kalau bacaan imam walaupun sholatnya sholat jahar tidak kedengaran oleh makmum, nah jadi bervariasi ya. Kalau yang sop depan ini pasti kedengaran. Tapi sop yang jauh lalu tidak kedengaran, mereka wajib membaca surah Al-Fatihah. Itu dalam mazhab Hambali. Kalau yang sirnya sama dengan Imam Maliki. Iza asrartu faqra'u. Apabila aku baca adeng, bacalah Al-Quran itu. Surah Al-Fatihah. Jadi begitu.
Nah lalu perbedaannya pula di antara para ulama tentang Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah itu kalau Imam Hanafi, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi tidak dibaca Imam Hanafi. Ya. Dan bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Bukan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu hanya pada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut Imam Hanafi. Kalau dibaca juga hukumnya sunat saja di dalam Al-Fatihah. Nah, Imam Maliki bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Makanya Imam Maliki tidak baca Al-Fatihah. Jadi mulai dari takbiratul ihram dalam Imam Maliki itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Doa iftitah tidak dibaca. Ta'awuz juga tidak dibaca. Gitu ya, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi mereka mengakui Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya, makanya ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bismillahirrahmanirrahim itu ayat 1 dari surah Al-Fatihah. Ya, makanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1 ayat itu, ayat yang ke-7. Nah, jadi Imam Maliki bismillah bukan ayat dari surah Al-Fatihah dan tidak dibaca dalam membaca surah Al-Fatihah. Termasuk bismillah di surah-surah pendek itu menurut Imam Maliki bukan ayat Al-Quran. Makanya tidak dibaca. Jadi itu perlu dipahami ya. Jadi kalau berjamaah dengan yang tidak membaca surah Al-Fatihah, kalau kalian mazhab Syafi'i sudah munfarid saja itu. Tidak usah berjamaah dengan mereka yang tidak baca surah Al-Fatihah. Sebab dalam pandangan Imam Syafi'i, kalau tidak baca bismillah itu kurang rukun. Bismillah itu ayat pertama, ya, sab'ul masani, 7 diulang-ulang. Sama dengan Imam Hambali. Imam Hambali, bismillah itu ayat dari surah Al-Fatihah, 7 yang diulang-ulang, hanya beda cara membacanya. Kalau Imam Syafi'i cara membacanya kalau sholat jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Imam Hambali cara membacanya sir, walaupun sholat jahar, berbisik saja. Makanya intip saja kalau umroh ya, kalau sholat berjamaah ada bisiknya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedengarannya itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang baru balik umroh, tadinya berbismillah, ini tidak berbismillah lagi. Ngapo? Nurut di Mekah, nurut di Madinah. Tidak begitu. Jadi harus dipahami ya. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Usahakan kurang bismillah. Kurang 1 huruf saja tidak sah. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Robil. Bukan robbil. Kurang huruf 1 tuh tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang ro-nya.
Ar-Rahmanir Rahim. Jadi begitu. Oleh karena itu memang wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang bergabung di Masjid Agung ini, mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya. Imamnya imam mazhab Syafi'i. Cara berjamaah itu tidak boleh membarangi imam. Imam sudah ruku, baru makmum ruku. Imam i'tidal, baru makmum i'tidal. Sebab dalam mazhab Syafi'i ini, kalau membarangi imam, maka bukan 27 derajat pahalanya. 1 derajat saja. Kalau mendahului imam, batal sholatnya. Kalau mendahulukan imam, maka itu yang bernilai 27 derajat. Jadi coba perhatikan ini ya. Imam Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Allahu Akbar, ruku, baru Allahu Akbar, ruku. Imam sudah ruku, baru makmum ruku. Artinya tumaknina. Jangan buru-buru menyusul imam. Tumaknina. Jadi sholat yang diterima Allah itu sholat yang tumaknina. Yang hatinya ikut, tidak berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kan yang dikecam Rasulullah SAW itu asfa'un nas sariqatal lazi fi sholatihi. Sejahat-jahat manusia adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya itu. Kaifa yasruku min sholatihi ya Rasul? Bagaimana kok ada orang yang mencuri dalam sholatnya ya Rasul? Qala dijawab oleh Rasul, allazi la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Yang rukunya tidak sempurna, mematuk-matuk seperti ayam jantan makan makanan. Mematuk seperti burung gagak makan darah ya. Gitu. Jadi perhatikan betul itu, karena kata Rasulullah SAW, seseorang yang sholat itu tidak dicatat 1/6-nya, tidak dicatat 1/10-nya, yang dicatat ketika hatinya itu ikut di dalam sholat itu. Nah, bagaimana supaya hati ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kiatnya itu. Makanya dilatih di luar sholat itu perbanyak zikir. Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada kamu. Allah tuh berjanji. Allah tidak pernah tidak menepati janji. Ya. Allah tidak ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa ingat kepada Allah. Lupa zikir itu maksudnya. Fa ansahum anfusahum, maka Allah melupakan diri mereka. Tadi kan dijanjikan Allah, fazkuruni azkurkum.
maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang lupa mengingatku. Wala takunu kalladzina nasullah, lupa mengingat Allah, fa ansahum anfusahum, maka Allah melupakan diri mereka. Kalau Allah melupakan diri mereka, faulaika humul fasiqun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Fasik itu senantiasa melanggar aturan Allah. Ya. Nah, kalau senantiasa yang melanggar aturan Allah, masuk kelompok mana yang kita sudah terangkan tempoh hari itu? Zalimun li nafsi, yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Zalim itu melanggar aturan Allah. Ingat, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah dari surga, kenapa? La taqrabah hadhis sajarah. Larangan Allah, jangan mendekati pohon ini. Didekati oleh Nabi Adam alaihissalam, bahkan dimakan buahnya, turun. Menjelang subuh turunnya itu, gelap. Sadarlah Nabi Adam alaihissalam, lalu apa zikirnya tuh? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami ini zalim terhadap diri kami. Kalaulah Allah tidak mengampuni dan tidak menyayangi kami termasuk dalam kelompok orang-orang yang rugi. Sadar melanggar aturan Allah. Maka zalimul nafsi itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melanggar aturan Allah. Melanggar itu sama dengan fasik, ya. Kenapa fasik? Karena melupakan zikir kepada Allah SWT. Makanya zikir itu, kalau ahli tasawuf, zikir itu bukan sunat, wajib. Wajib. Coba pahami ayat tadi. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu menjadi seperti orang yang lupa zikir kepada Allah, lupa ingat Allah. Maka Allah melupakan kamu. Kalau Allah melupakan kamu, fa ulaika humul fasiqun. Kamu itu menjadi orang fasik, melanggar aturan Allah. Melanggar aturan Allah itu haram. Nah gitu kan. Jadi kan ada kaidahnya. Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Satu kewajiban tidak sempurna tanpa dia, maka dia itu menjadi wajib. Nah, kalau tidak zikir jadi fasik. Fasik itu dosa. Artinya zikir itu wajib. Gitu kan? Nah, lebih tajam lagi bahwa untuk membersihkan sifat-sifat yang tidak terpuji, riya, bakhil, iri, sombong, itu dengan zikir, ya, untuk membersihkan sifat-sifat tidak terpuji itu melalui thariqah. Thariqah itu menunya zikir. Kan amal itu ada 3 amal, ya. Ada amal syariat, ada amal thariqat, ada amal hakikat. Amal syariat itu 5 maslahatil jawarih, untuk kesehatan anggota tubuh. Salat, puasa, gitu ya, haji, itu untuk kesehatan tubuh itu. Coba saja analisa singkat saja, ya. Begitu pagi-pagi makan sampai kenyang, no. Iya, ya. Ya insya Allah kita Rabu yang akan datang lagi, ya. Ingatkan saja apa yang belum kita bahas itu. Mari kita tutup
dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wafta' alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo, Palembang. Hari ini Rabu malam Kamis tanggal 27 September 2023 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz. Dilanjutkan pembacaan wirid Rotib Saman dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami imbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله ودمها ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 الله أكبر
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم ربنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.